مسلسل كرتوني كيعلم الاطفال يعبدوا الشيطان ومن غير دوك الامور الاباحيه والمثليه والالفاظ القذره اللي ما كيتسالاوش. كيحتوي ايضا على افكار الحاديه، وفوق هادشي كيصور لينا ابليس على انه في الاساس الهيئه ديالو زوينه والملائكه العكس. هذا الكرتون موجه فقط للبالغين والكبار فقط، ولكن للاسف شكون اللي كيتفرج فيه حاليا؟ الاطفال. تفرجت في اول حلقه من هذا الكرتون وصراحه بيني وبينكم صدماتني ديال بصح. يعني انا ما عرفتش كيفاش كيخليو بحال هذا النوع من الكراتين تعرض في التلفازه او بشكل عام. على العموم الكرتون هذا سميتو هازبن هوتيل. الا بدينا بالبدايه ديال اول حلقه غادي نشوفوا واحد التعريف بسيط ديال القصه والاحداث اللي كتدور في هذا الكرتون. القصه كتكلم على واحد الملاك تطرد من الجنه، وهذا الملاك هو الشيطان. وطبعا القصه اللي غادي تسمعوها على ادم وحواء ما واخدينهاش باتاتا من القران، بل واخدينها من الديانه اليهوديه. المهم ابليس كان في الاول في الجنه وتطرد منها ونزل لجهنم، وصبح هو الملك ديالها ملك جهنم. من بعد كيبينوا لينا ان الملائكه هي اللي خلقت الارض وماشي الله، استغفرت الله العظيم. والشيطان كان مخلوق طيب وماشي شرير، لدرجه انت من الشكل ديالهم مطلعين في هيئه زوينه، والعكس الملائكه مطلعين الاشكال ديالهم بحال الاشرار. من ورا ما تخلقت الارض جاء ادم، واول وحده تزوج بها اللي كنعرفوها هي حواء. ولكن هنا جابوا وحده سميتها ليليف. ليليف في الاول كانت باغا تزوج بسيدنا ادم، ولكن هي في نفس الوقت ما كانتش باغا من شي حد يامرها ويكون ديما فوق منها، واش دير هادي زعما ولا لا. يعني بداو كيلمحوا لينا نوعا ما على الفيمينيست، بمعنى حتى النساء خاص يكون عندهم حقوق في كل شيء بحالها بحال الراجل. فليليف ما سمعتش كلام سيدنا ادم وخلاته ومشات جلسات بوحدها في واحد القنج. ومني كانت جالسه حزينه شكون اللي جاي يواسيها؟ الشيطان. بدا كيدوي معاها ويخفف عليها الهم حتى حبوا بعضياتهم. من بعد ابليس داها لواحد الشجره وقدم ليها واحد التفاحه اللي هي فريول. فريول هي الاراده، يعني خاصك دير شي حاجه بالاراده ديالك وتا حد ما يملي عليك شنو دير. فابليس مني دار هذا البلان الملائكه تعصبوا من هذا الموضوع وطردوا ابليس وليليف من الجنه وهبطوهم نيشان لجهنم. وهنايا في هذه اللحظه ابليس ولا هو الملك ديال جهنم، والنار بحال كي قلتي ولات هي العالم الموازي ديال الجنه. ومن بعد في النهايه كنكتشفوا ان الشخص اللي كيحكي لنا هذه القصه هي بنت ابليس وبنت ليليف اللي كانوا في ديك اللقطه حبوا بعضياتهم وخلفوا من وراهم هذه البنت. من ورا ما كتحكي هذه القصه كتسد الكتاب، ومع كتسد الكتاب كتجي وحده اللي الشكل ديالها كامل غريب وعينيها فيها واحد العلامه ديال اكس. وهنايا غادي تبين لنا ان هذه هي الحبيبه ديال بنت ابليس، يعني السيده طلعت الوان. على كل حال كتقول لها احنا درنا اعلان للفندق اللي عايشين فيه، وفعلا هذه هي القصه ديال المسلسل. داك بنت الشيطان دايره واحد الفندق للناس اللي كاينين في جهنم ومسميه هازبن اوتيل. دايره هذا الفندق باش تحاول ما امكن تصلح الناس الخايبين اللي كاينين في جهنم، والتالي غادي يدخلوا ليها من ورا ما غادي يموتوا. المهم دارتو ليهم باش تحاول تصلحهم، ومن بعد تكون عندهم فرصه ثانيه باش يدخلوا للجنه. فهذه تقريبا كانت هي الفكره ديالها اللي ما عرفتش انا اصلا منين جابتها. فبنت الشيطان شنو كدير في هذه اللحظه؟ كدير اعلان الفكره ديالها باش تنشرها في جهنم، ومن بعد دوك الناس اللي كاينين في جهنم غادي يجيو عندها الفندق باش هي تحاول تعالجهم وترد الارواح ديالهم طاهره ونقيه من جميع الذنوب. وطبعا كيبينوا لينا جهنم اللي هي عباره على عالم عمري بالقتيله والخنز والمنكر، وهاد الناس كاملين اللي كاينين هنا بحال كي قلتي كيتعتبروهم الزباله ديال البشر. وكل عام كاين واحد النهار سميتو يوم الاباده، كينزل واحد الجيش كبير من الملائكه وكيقوموا باباده كميه كبيره من المذنبين وثمن الشياطين. من بعد غادي نتعرفوا على شخصيه اخرى اللي سميتها اليستر اللي هو الشيطان ديال الاذاعه، وزيد عليه عاوتاني غادي تبان لنا شخصيه اخرى اللي صدماتني حرفيا. الشخصيه هذه سميتها انجل داست، يعني ملاك. المهم هذا ممثل اباحي ومتخصص في جميع التصنيفات، يعني خونا الوان وبيدوفيلي عموما واصل ليفل ماكس في الاباحيه. من بعد داك بنت الشيطان كيجيها اتصال من باها وكيقول لها خاصك اليوم تحضري لواحد الاجتماع مع قائد جيش الملائكه. طبعا في هذه اللحظه كتفرح وكتبدا تغني. بالتحديد في هذا المشهد بغيتكم تركزوا معايا مزيان، انا ما غاديش نقدر نبين لكم للاسف كاع اللقطات باش ما يضربوش ليا الفيديو، ولكن اللي خاصكم تعرفوا كميه القذاره وكميه الوسخ اللي فيها ما يمكنلكش تخيلها. في الاول كتبان لينا ماشي في واحد المدينه عامره بجميع انواع الفساد، وهاد الناس اللي موجودين هنا كانوا داروا معاصي في الدنيا ودابا دخلوا لجهنم اللي هو هاد القنج. فغادي يبانوا لينا الناس كيقتلوا بعضياتهم ويفسدوا، بالاضافه حتى شي مشاهد الناس كيمارسوا بيناتهم الرذيله ومشاهد كثيره كانك كتفرج في شي فيلم اباحي. وركزوا معايا المفروض هذا كرتون للاطفال. من بعد هذا الشيء كامل كتمشي للسفاره ديال الملائكه، مع كتدخل كتقابل رئيس جيش الملائكه كتحاول تشرح ليه الفكره اللي باغا تطبقها في الفندق ديالها. وهنا كنتعرفوا على الشخصيه اللي من المفترض هو ملائكه. غادي نكتشفوا انه شخصيه وقحه ومتكبره وكيعجبو راسو بزاف، وبالاضافه كيخسر حتى الهضره وكيقول شي كلام اللي ما فيه ما يتعجب. وهذه بالتحديد محاوله منهم كيبغيو يزرعوا في عقول الاطفال ان حتى الملائكه اللي في المعتقدات ديالك مفكرهم طيبين
وزوينين ومخلوقين في احسن خلق، بالعكس هما في الحقيقه ما دايرينش هكا. وحتى من الشيطان اللي حنا كاملين عارفينه هو اكبر عاصي للرب ديالنا في الدنيا، حتى هو ما دايرش هكا. بحال كي قلتي زعما كيبغيو يقولوا لينا بانهم غير كيضحكوا علينا. ملي كتعاود لي على الفكره انها بغات دير فندق كبير وتجمع فيه كاع الناس اللي في جهنم وتخليهم يجلسوا فيه باش يحسنوا من راسهم وتولي عندهم فرصه ثانيه باش يدخلوا للجنه، فهنا داك الملاك كيبقى يستهزئ بها ويقول لها لا، القوانين ما كتمشيش هكا، يا اما كحل يا اما ابيض. الفرصه ديالك خديتيها في الدنيا، الا متي ومشيتي لجهنم غادي تبقى فيها للابد. من بعد رئيس جيش الملائكه كيرميها برا رميه الكلاب، ومن مورا ما كترجع بنت ابليس للفندق وكتكون غضبانه من داكشي اللي وقع ليها، كتجي عند الحبيبه ديالها وكتقول لها انا درت لك دعايه جديده، فخلينا نمشيو نتفرجوا مع بعضياتنا. ملي كيخدموا التلفازه وكيبداو يتفرجوا، فديك اللي كتكلم على الاعلان متحوله. المهم هذا المتحول او المتحوله كيبدا يتكلم على انه كاينه واحد الاباده سنويه كتوقع في كل عام، ولكن هذه المره قرروا انهم يديروا الاباده في كل 6 شهور، والسبب انهم لقاو ملك ميت وراسه مقطوع في جهنم، وشي حد من هذوك اللي تما هما اللي ناضوا قتلوه، فلهذا خداو هذا القرار باش ينزلوا كل 6 شهور ويديروا لهم اباده جماعيه وينتقموا منهم. طبعا النجاسه والقذاره اللي سمعتيها في هذه الحلقه بالتحديد فين تبان على الحلقات الاخرين. فإلا شفت هذا الفيديو عجبكم بزاف فغادي ندير لكم سلسله خاصه غير بهذا الكرتون. والاخوان والاخوات، كان معكم ايوب وبيس.